نصلي صلاة الغائب على فقيه مصر وعلى فقيه الأمة العربية والإسلامية، رمز من رموز التضحية والفداء، الدكتور عصام العريان رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يتقبله في الصالحين. فتنا وصلاتنا ودعاءنا له مقبولا بإذن الله تعالى، إنه ولي ذلك والقادر. إن شاء الله أرجو من الجميع أن نخلص في الدعاء. إن شاء الله بعد قليل نصلي صلاة الغائب، ويؤمنا في الصلاة فضيلة الأستاذ الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أن تقتلعها، وأن هذه الدماء التي تروى بها هذه الشجرة، لأنه أيها الأحباب الحرية قيمة عليا من قيم الإسلام، جديرة بأن تضحي الأمة من أجلها، ويضحي الشرفاء من أجلها، ويضحي الجميع من أجلها، لأن الحرية هي أساس الحياة. الحرية هي منهج قرآني ومنهج نبوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الدكتور عصام في الصالحين، وأن يعلي درجته في عليين. والآن الحضور الكرام، كلمة الإخوان المسلمين في وداع الدكتور عصام وفي تأبين الدكتور عصام ومع الدكتور محمود حسين، فليتفضل. أن هذه الأرض وأن هذا الشعب لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل وأن يستكين لهذا الظلم. ظل هؤلاء الإخوة رضوان الله عليهم جميعا، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، 7 سنوات إلى الآن لا تلين لهم قناة، ولا يقبلون الضيم، ولا يقبلون أو يوافقون على رأي الفسدة من هؤلاء الانقلابيين الظلمة الذين ساموهم سوء العذاب، ظنا منهم أنهم يملكون أقدار الدنيا، ونسوا أن الله عز وجل هو الذي يملك الأقدار، وأن الله عز وجل هو الذي يقدر متى يموت الإنسان وأين يموت الإنسان. إن الله عنده علم الساعة ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. هكذا هو قدر الله عز وجل، وقدرنا نحن أن نقدم شهيدا تلو شهيد. وصدق المرشد العام فك الله أسره وأسر إخوانه جميعا أننا ما كنا نهذي حين قلنا إن الموت في سبيل الله أسمى أمانينا. ها نحن نقدم رجلا تلو الرجل، نقدم شهيدا تلو الشهيد، لتعلم الدنيا بأسرها أن الإخوان المسلمون هم أحرص الناس على هذه الحياة، هم أحرص الناس على الحريات، هم أحرص الناس على الكرامة، هم أحرص الناس على شعوبهم، هم الوطنيون بحق، هم المخلصون بحق، هم الذين يقدمون الغالي والرخيص في سبيل الله عز وجل،
وفي سبيل أوطانهم. نقدم أرواحنا ونقدم أنفسنا ونقدم أموالنا ونقدم أبناءنا حسبة لله عز وجل، لننال رضوان الله سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل يكتبنا ويكتبكم جميعا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. رحل عنا الدكتور عصام رحمه الله، الرجل الرباني، الرجل القرآني. لقد عشت معه سنوات، كان فعلا لا يفارق القرآن ولا يفارق صلاة الجماعة، وحريص على أدائها في وقتها، وكان حريصا على أداء الأذكار اليومية بشكل منتظم، وكان حريصا على أن يكون ذو علاقة طيبة وحسنة مع كل الناس، مع كل الأطياف. لقد شهد له البعيد والقريب، شهد له من يوافقه الرأي ومن يخالفه الرأي، أنه كان متواضعا، وأنه كان كريما، وأنه كان صادقا، وأنه كان ذكيا، وأنه كان رجلا يملأ مكانه أينما كان مكانه الذي وجد فيه. ملأ مكانه في نقابة الأطباء، وملأ نقابه قبلها وهو طالب في كلية الطب، وأيضا ملأ مكانه في البرلمان، ملأ مكانه أيضا في حزب الحرية والعدالة، ملأ مكانه في قلوب الناس جميعا. نسأل الله عز وجل أن يتقبله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وعزاؤنا لأسرته، وعزاؤنا لمن يعرفه، وعزاؤنا لكل إخوانه ومحبيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمك الله يا دكتور عصام، أيها المجاهد، أيها الصامد، أيها البطل، يا من حملت هموم مصر وهموم الأمة، يا من صمدت وثبت في المحنة في مواجهة الطغيان والظلم والاعتداء على حرية الشعب المصري الأصيل. لك الله، آن لك أن تلقى إن شاء الله ربك في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله أن يجعلك في عليين، وأن يجمعك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله أن يرحم الدكتور عصام ومن سبقه، الدكتور محمد مرسي الرئيس المغدور، والشيخ الدكتور مهدي عاكف، وكل من سبقوه، وأن يفرج وأن يفك أسر المأسورين والمظلومين ظلما وطغيانا في سجون الطغيان. نسأل الله أن يفرج عنهم وأن يفك أسرهم وأن يعيد للشعب المصري حريته. كان الدكتور عصام العريان لم يكن مصريا فقط، كان يحمل هموم الأمة، وكان في مقدمتها طبعا قضية فلسطين والمسجد الأقصى المبارك الذي كان يشغل باله. وأنا عرفته عام 1992 أو 93 عندما زارنا في مرج الزهور رحمه الله وتقبله في عباده الصالحين. نسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم، وأن يرحمه بواسع رحمته، وأن يفرج عن مصر وعن سوريا وعن العراق وعن اليمن وعن فلسطين وعن كل بلاد المسلمين. إنه ربنا نعم المولى ونعم النصير. رحمك الله يا دكتور عصام، وتقبلك في عباده الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.